नमस्ते, क्या हाल है? सब कुछ ठीक है? ये लड़की मुझसे कहना मुझे आपको पहाड़ती कहनी चाहती है. السؤال الثاني من مصطفى محمود يقول لي انت كم وحده مصاحب؟ 5 لو اكثر. شوف كأنك ما فهمت الحلقه اللي فاتت زين، انا ما دخلني انت ايش قد الصاحب، انا حكيت عنه اللي صاحب اكثر من وحده وكل وحده يصاحبها يقولها انت حبيبتي وانت حياتي وانت ويوعدها بكل شيء وبعدين يعوفها. فهذا قصدي، انا ما لي علاقه انت ايش قد تريد تصاحب، ما دام هي تعرف انه بيناتكم مو حب، لا توعدها بشي، صاحبها عادي، قولها يابا انا هيك ووضح فكرتك من البدايه، انت شو تريد؟ يعني باختصار لا تكذب على بنيه، قولها من البدايه انت هيك موقعك، انت هيك صفتك، لا كل وحده تعرفها انت حبيبتي وانت حياتي وراح تصيري مرتي وراح وكلها فتره وتعوفها. التعليق الاخير من مصطفى العراقي يقول لم نسوانك. شنو هاي كل التعليقات بنات؟ مع تحفظي طبعا على الجمله اللي قلتها مال لم نسوانك، هاي نعمة من رب العالمين، منو يكره أحلى شي موجود على الكرة الأرضية هاي يتابعه. طبعا مشكورين على كل تعليقاتكم الجميلة، وكو هواية دا يعلقولي انه بدينا ننشر فيديوهاتك، بدينا ننشر حلقاتك. صراحة ما اعرف شو اقولكم واعجز عن شكركم، ما اقول غير الله لا يحرمني منكم. نيجي على موضوع الحلقة اليوم واللي تقدر تعتبره تكملة للحلقة اللي راحت. مثل ما قلنا اكو ناس عن طريق الانترنت تحب صح، واكو ناس تلعب، تلقى الواحد او الوحده دا يلعبون او دا يتونسون، بس تلقى الطرف الثاني ماخذ الموضوع جديات، ومن يكتشف حقيقه الطرف الثاني يتأزم ويتكأب ويبدا يسمع اغاني حزينه وينعزل عن العالم ويذبح المضيوفين يما يلعب نفسهم اغاني حزينه وبوستات يقتلهم كتل، بس يبخ كآبه وحزن. إذا تحكي يا شخص على الانترنت وهالشخص يقول لك انت حبيبي وانت حياتي واني اموت عليك وانت راح تصير واني احبك صح، شلون تتأكد من انه حكي صدق؟ شوف الموضوع سهل. اولا اللي يحبك صح يخاف عليك اكثر من نفسه، مستحيل يطلب منك شيء يلوث سمعتك ولو بقطرة مي. اكو يقنعون نفسهم لا مو باع احنا نسوي هالشي هسه ومن ثم مستقبلا نخطب او نتزوج. اوكي بس سؤال، عمرك سمعت عن واحد فتح عيادة وعالج الناس ومن ثم درس الطب؟ ماكو شي اسمه احصد قبل ما ازرع. هاي تقعد العصرية تشوف لك مكان في تستكيف وتقنع بيها نفسك. اثنين، اللي يحبك صح اللحظة وياك تسوى عنده ساعات بدونك. يعني اوضح اكثر، الشخص الثاني يسوي اي شيء على مود يحصل دقيقة واحدة بس يحكي وياك، يعني بقمة انشغاله يحاول يدور دقيقة، يحاول يسوي اي شيء دقيقة واحدة بس انه يحكي وياك، يطمن عليك، يسألك شلونك. اما سالفة انه والله امتحانات والله اهلي والله طالع والله ما اعرف شنو، اعرف هاي كذب، هذا يريد حجج، واللي يحبك صح ما يتحجج. مثل ما قلت لك اللي يحبك صح يدور اي فرصة على مود يحكي وياك، مو يدور له حجج على مود ما يحكي وياك. ثالثا اللي يحبك صح يفكر بيك اكثر ما يفكر بنفسه، ويهتم لك اكثر ما يهتم من نفسه. يعني اذا اك شخص يقول لك انت حبيبي وحياتي ومن هالحكي بس مهمل، اللي يحبك صح ما عنده اعز منك عمدي يهمله، فاذا هملك اعرف انه اكو شيء ثاني مستحق اهتمامه اكثر منك، ولا تصدق الحجج والكذب. رابعا اتفه الاسباب، ما قايل له شيء انت قلب وجهه وزعل، اتاكد انه هذا الشخص عنده غيرك بحيث لقاها فرصه منك، لقاها حجه يستغلها انه يزعل منك عمدي يتفرغ للشخص الثاني، لان هذا الشخص البروسيسور مالته ضعيف، يعني ما يقدر يجمع كلهم بوقت واحد، فيزعل من هذا عمدي يروح لهذا. ونصيحه من عندي بالنسبه لموضوع الزعل، لا حد يزعل هوايه، ترى الزعل ممكن اول مره ترضى وثاني مره وثالث مره، بعدين يصير الموضوع ممل، هذا كل حكايه حاكي وياه يزعل. انا ما دا احكي على اللي يريد حجه يزعل عمدي يروح، لا دا احكي اذا العلاقه صدق، همينه لا تزعل هوايه، لان بعدين زعلك يفقد القيمه مالته. يعني اكو شغلات ما يخالف، استحمل، دوس على نفسك يا اخي، احصر على نفسك ليمونه، لان مثل ما قلت لك الشخص الثاني حيتعب لك كم مره يرضيك، بعدين طق روحه انه هذا شحكي وياه قالب خلقته وزعلان. خلي لزعلك معنى، لا تزعل الا على شيء كبير،
إلا على شيء يسوى، وبهالحالة حيكون الزعلك قيمة وما حترضى بسهولة، لأنه أنت بالعادة أنت ما تزعل، بس الشيء اللي صار شيء يستاهل. فبهالحالة تتأكد انه هالشيء اذا رضيت مستحيل ينعاد. اي شخص يسوي اللي قلت لك عليهن ويقول لك لا انا احبك واموت عليك واصلا ما عندي غيرك، اتأكد 1,000,000% انه هذا الشخص كذاب، لانه مستحيل الشخص اللي يحبك اولا يطلب شيء يأذي سمعتك، ثانيا يتحجج عمود ما يحكي وياك، ثالثا يهم لك وما يبالي بيك، ورابعا يلقى حجة على مود يزعل منك. اللي يحبك صح مستحيل يسوي هالشغلات. وبالنهاية اتمنى من كل ولد وكل بنية يطي وعود يلتزم بيها.